الناس اللي بتبقى اشتغلت فترة وعندها خبرة حياتية وابتدوا يشتغلوا كموظفين في مكان وحاسين ان جواهم نفسهم يفتحوا بيزنس، ايه الأسئلة اللي لازم يسألوها لنفسهم قبل ما ياخدوا القرار المهم والخطير ده؟ التزاماتك تسمح لك مهم. ولا لا؟ ده اول سؤال. يعني لانك كل ما كنت خفيف كل ما عرفت تاخد قرار اسرع واسهل. يعني انت متجوز ولا لا؟ مخلف ولا لا؟ عشان كده انا بقول يعني لو انت ناوي تاخد سكه رياده الاعمال بالعقل شويه بس في موضوع الجواز. ما بقولكش ما تتجوزش، بس اهدى على نفسك. لان رياده الاعمال عموما او العمل الحر مستهلك للطاقه العقليه والجسديه والماليه بشكل لا يمت للورق اللي احنا بنرسمه ده بصله. يعني بعدين كده احنا عايزين نفتح مشروع هياخد مني قد ايه؟ قولي ساعتين في شغل بعد الدوام بتاعي. مفيش الكلام ده. لا لا لا، انت بتتربط في الشغل. ويعني يوم ما تبقى بطل سنتين 3 علشان تبريك ايفن، مش تكسب. الناس برضه بتبقى فاكره انا هفتح مشروع هيخش لي فلوس من الاول. ذاتس واي اكتر من 90% من البيزنسز بتفشل بعد اول تمام سنة. فانت اول سؤال تساله هل التزاماتك تسمح لك ولا لا. تاني سؤال تساله هل انت قد الفشل ولا لا، لانك غالبا هتفشل. في اشياء لا تشترى. في حاجات بنتعلمها من الكتب وفي حاجات بنتعلمها من الترايل اند ايرور. مهما حضرتك كنت قاري عن البيزنس وواخد MBA، يعني انا دايما بقارن اللي واخد MBA اللي راح يفتح بيزنس بالظبط باللي زي جاب كتاب تعليم فنون الدفاع عن النفس ونزل يتخانق في الشارع. هو ذاكر كل حاجه، لكن لما يضربك بالايد دي تعمل كده، هو يضربك الخناقات ما تمشيش كده. طيب صلاح انا كنت موظف ناجح ومكسر الدنيا في شركتي، ما اروح افتح شركه. ثانيه واحده، انت كنت ترسف مكنه، دلوقتي انت عايز تبقى المكنه. هل عندك المهارات؟ انت موظف شاطر في الاوبريشنز، هل انت شاطر في الماركتنج؟ هل انت شاطر في الفاينانس؟ هل انت شاطر في المانجمنت؟ هل الحاجات دي كلها؟ فده السؤال الثاني. السؤال الثالث، هل حضرتك مستعد ان البيزنس ده يبقى ابنك الجديد بمشاكله بقرفه؟ يعني احنا كلنا بنشوف الاطفال في اللقطه اللي هي وهو بيبتسم وهو مستحمي، بس ما بنشوفش الابهات والامهات هم بيجروا ورا عيالهم في البيت وهم مبهدلين البيزنس. هيعمل معاك كده، هيعمل معاك كده شئت ام ابيت. يعني رحله تربيه